أهلا بيكم. من صفات النرجسي الخفي الغريبة جدا إنه دايما مستفز. كل مرة بيستفزك فيها بيكون عنده هدف. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الهدف الثالث. النرجسي الخفي بيستفزك لأنك إنسان سوي وهو ما يقدرش يشوف كده قدامه. لما يشوفك متزن نفسيا، هادي، واثق من نفسك، مرتاح مع نفسك، ده بيكسر الوهم اللي بيعيش فيه. وجودك قدامه بيستفزه، جواه بيصرخ ليه انت عارف ترتاح وانا لأ. فيبدأ يستفزك علشان يشككك في نفسك ويسيطر على مشاعرك، لانه لو قدر يتحكم في حالتك النفسية هيحس انه انتصر وانه مش ضحية. يستفزك لانه شايف فيك كل حاجة حلوة وجميلة هو مش قادر يلاقيها في نفسه. شايفك انسان سوي، متزن، واثق من نفسك، مرتاح من غير ما تحتاج تمثل على الناس. كل ما يشوفك بيتكسر جواه وهم كبير، وهم انه مش ناقصه حاجة، بس الحقيقة هو ناقص جدا. وجواه دايما بيصرخ ليه انت عارف ترتاح وانا لا؟ ليه انت شكلك مطمن من غير ما تتحكم في حد وانا لا؟ ساعتها يبدأ يلعب لعبته، يستفزك، يشككك في نفسك، يحطك في مواقف تخليك تتلخبط وتفقد أعصابك، علشان لو نجح يخليك تتوتر أو تتعصب أو تشك في نفسك. يحس إنه أخيرا بقى أعلى منك، يحس إنه تحكم في حالتك النفسية وإنك مش أقوى منه. النرجسي الخفي هنا مش بيستفزك علشان بيكرهك، هو بيستفزك علشان بيكره إنك مش شبهه. بيستفزك مش علشان انت أذيته، بيستفزك لأنك موجود قدامه. وجودك قدامه زي مراية فضحته قدام نفسه. كل حاجة فيك، ثباتك، هدوءك، رضاك عن نفسك، بتفكره بالحقيقة اللي بيهرب منها، انه من جواه فاضي، مش متصالح مع نفسه، وانه دايما بيدور على قيمته من الخارج عشان يحس ان ليه قيمة. ساعتها هو مش شايفك إنسان، هو شايفك مراية، بس المراية دي لازم يبص فيها ويشوف نفسه. لكن لأنك إنسان سوي شاف فيك كل عيوبه وشاف كل حاجة جميلة مش موجودة فيه. لما يشوفك متزن نفسيا من غير ما تحتاج تمثل، واثق من نفسك من غير ما تتكبر، مرتاح في جلدك من غير ما تسيطر على حد، ده بيخلي الصورة اللي في دماغه عن نفسه تتشرخ. الدماغ النرجسي ما يقدرش يتحمل التناقض، فيحس انه لازم يحطمك علشان تكون شبهه. دماغه بتحس بالخطر وتسيطر عليه جملة واحدة: لازم أكسره، لازم أشككه في نفسه، لازم أخليه متلخبط وتايه علشان أكون أنا اللي مسيطر على كل حاجة. هنا هو مش بيستفزك علشان يضايقك، لكن بيستفزك علشان يخليك شبهه أو زيه. لو قدر يتحكم في أعصابك بيحس إنه موجود. لو بلعت الطعم وتعصبت أو شكيت في نفسك، ساعتها هو بيحس إنت زيك زيه وممكن تكون أضعف منه. وجودك جنبه فضحه قدام نفسه، مش قادر يتحمل ان في شخص متزن نفسيا قريب منه. بيستفزك علشان يجرك ويسحبك بأي طريقة انك تكون شبهه. جملة حقيرة جدا بيقولها كل شخص نرجسي لما يحس انه بيتعامل مع شخص متزن نفسيا. تلاقيه بيصرخ من عقله الباطن ويقولك انا لازم اعريك وافضحك. اكيد سمعت الجملة دي من النرجسي اللي في حياتك. في اللحظة دي النرجسي ما كانش بيتكلم عنك، كان بيتكلم عن نفسه، لكن بصوت عالي، وأسقط الكلام عليك. أنا لازم أعريك معناها أنا مش قادر أستحمل إنك واقف قدامي من غير ما تحتاج تمثل. أنت إزاي قادر تكون ثابت، واضح، حقيقي؟ أنت إزاي عايش في النور وأنا كل حياتي تمثيل في تمثيل؟ في اللحظة دي وجودك جنب النرجسي فضحه قدام نفسه وخلاه عريان قدامك، لكن عريان نفسيا. فبيحاول يقنع نفسه انك انت اللي لابس وش وبتمثل، مش هو. لما يقولك انا هعريك وهفضحك، هو مش بيحاول يفضحك، لكن هو بيقولك
أنا حاسس إني مفضوح وعريان قدامك، فلازم أهزك من جواك. كونك واضح وصادق ده كشف كل الخراب اللي جوه النرجسي، وبيفكره إنه ضعيف، مش واثق في نفسه، ومش حقيقي ومزيف، وكل حياته تمثيل في تمثيل. فالحل بالنسبة له إنه يهز صورتك قدام نفسك، يعريك قدام نفسك أو قدام الناس، علشان يحافظ على الوهم اللي عايش فيه. أنا لازم أعريك معناها وجودك جنبي أو في حياتي فضحني قدام نفسي، فلازم أجري بسرعة وأقول إن العيب فيك مش فيا. زي الحرامي اللي ممكن يصرخ ويقول امسك حرامي علشان الناس تنشغل وتجري ورا وهم ما تعرفش مين هو الحرامي الحقيقي. أنا لازم أعريك معناها أنا مكشوف ومش قادر أتحمل، فلازم أخليك أنت اللي تكون مكشوف بدالي، لأنك سوي ومتزن نفسيا. النرجسي حس إنه خلاص من جواه أصبح عريان قدامك، حس إنك كشفته على حقيقته، فبيهاجمك علشان يعميك إنك تفهم حقيقته. الهدف الرابع، بيستفزك لأنه جبان ومهزوم نفسيا. النرجسي جبان نفسيا وخايف يواجه نفسه، مش قادر يبص جوه نفسه، فبيحاربك انت لأنه شايفك واثق من نفسك. كل ما يقرب من صورته اللي جواه، كل اللي بيشوفه كائن ضعيف حاسس بالنقص، حاسس بالفراغ النفسي. فأول ما يشوفك انت واقف على رجلك متزن، عندك قيم، يحس ان وجودك نفسه بيهدده، مش لانك اذيته، لكن لانك بتفكره بكل حاجة حلوة هو ما قدرش يحققها. المهزوم نفسيا دايما بيحاول ينقل الهزيمة لغيره، هو مش قادر يعيش مع شعور الهزيمة اللي جواه، فيبدأ يدور على اي شخص تاني يكون ناجح نفسيا، هادي وحقيقي، وساعتها انت هتكون هدف ليه، بس هدف علشان يكسرك. لانه لو قدر يكسرك او يشككك في نفسك، بيحس ان كده هو اللي كسب. زي طفل خسر في اللعب فيكسر اللعبة علشان الكل يخسر زيه. لازم يستفزك علشان يقدر يكمل بدل ما ينهار من جواه. كل يوم بيصحى وهو بيقع، مش لاقي معنى لحياته ولا حاسس ان حياته ليها طعم. يستفزك علشان يثبت لنفسه انه لسه مسيطر. لو انت غضبت او اتلخبطت او حسيت بالذنب او حتى انهارت قدامه، ساعتها بيقدر يحس انه موجود، ان حياته ليها معنى، انه قادر يعمل حاجة. لما تقف قدامه مستقر نفسيا واثق من نفسك، بيحس كأنه بيتحلل قدامك، انه مش شايف نفسه، وساعتها لازم يستفزك، لكن مش علشان يكسرك، لكن علشان يثبت لنفسه انه لسه موجود. بيستفزك علشان يحس انه اعلى منك. هو مش قادر يحس بالسلام النفسي، مش قادر يصدق الصورة الوهمية اللي هو عايش بيها، انه اعلى من كل اللي حواليه. بيحاول يصدق الوهم، لكن بطريقة خبيثة وحقيرة جدا. يستفزك علشان يشوفك غضبان ومتوتر أو منهار قدامه، وساعتها في نظر نفسه بيحس إنه أعلى منك ومسيطر عليك. كل ده لأنه جبان نفسيا ومهزوم نفسيا. النرجسي مش بيستفزك علشان قوي، لكن بيستفزك لأنه ضعيف، مش قادر يشوف حد جنبه ما يكونش زيه. لازم يحس إن كل اللي حواليه زيه. جبان، مهزوم نفسيا، خايف، مرعوب، متوتر. بيستفزك علشان تتوتر وتفقد أعصابك وتنهار نفسيا وتتصرف على غير طبيعتك أو على غير عوايدك، كأنه بيحاول يقنع نفسه أهو أنت مش أحسن مني، كلنا زي بعض. ودي الطريقة الوحيدة اللي يعرف يعيش بيها، مش إنه ينجح ويصلح من نفسه، لكن إنه يسحبك ويجرك لتحت علشان يحس إنكم زي بعض، وساعتها بس هيقدر يحس إنه راضي عن نفسه. الجبن اللي جواه بيخليه خايف من صورتك النفسية السليمة. مش بس بيخاف يواجهك، هو بيخاف من الجمال اللي جواك، ثقتك بنفسك، هدوءك النفسي، وإنك حقيقي
مش محتاج تمثل. كل دي حاجات هو بيخاف منها، فبيضطر يستفزها فيك علشان يبوظها قبل ما يحس انه اتفضح قدامك وبقى عريان قدامك. النرجسي الخفي بيعيش على وهم انه انسان راقي عاقل مظلوم طيب، لكن لما بيظهر قدامه شخص حقيقي واثق من نفسه متزن، بيحس انك فضحته نفسيا حتى من غير ما تتكلم. بيستفزك علشان تعمل نفس تصرفاته، وساعتها هو يرتاح ويطمن، لان ساعتها المشهد كله بقى متلخبط وكلنا بقينا شبه بعض. الصوت اللي جواه واللي دايما بيوجعه بيقوله انا مش كفاية، انا ضعيف، انا مش محبوب، انا مزيف، انا دايما بمثل وكل حياتي تمثيل في تمثيل. لكن ما يقدرش يواجه نفسه فيستفزك علشان تنهار وتغلط، وساعتها كأنه بيقول لنفسه مش انا بس اللي بمثل، انت كمان بتمثل، انت مش احسن مني. مش لانك فعلا كده، لكن هي دي الطريقة الوحيدة اللي بتخلي النرجسي يرتاح. وجودك جنبه حسسه بالإهانة، لكن بطريقة غير مباشرة. كل المرار والإهانة اللي شافها في الماضي ما ماتتش، لكنها اتخزنت جواه وأصبحت سموم مريضة بتنهش في لحمه. لما يشوفك قدامه هادي متزن أو سوي نفسيا، بيحس كأنه تهان قدامك، كأن جوه عقله بيقول إزاي أنت قادر تكون هادي ومتصالح مع نفسك وأنا لأ. النرجسي الخفي لسه مسجون في سجن الماضي وانت اتسجنت معاه.